مجمع خانك وحكاية خان العجوز، الجزء الأول. يقع مجمع خانك ضمن قضاء سميل وإلى الغرب من محافظة دهوك بحوالي 18 كيلومترا، ووصفها ابن الحقل بالخصب وكثرة الواردات. وكان في قرية سميل في سابق الأزمان خان أو فندق كبير يسمى بخان خانة، نسبة لامرأة عجوز تسمى خانة ينزل فيه المسافرون والقوافل التي كانت تسلك هذه الطرق التي كانت تربط الشرق بالغرب عبر طريق الحرير. أصبحت سميل مركز ناحية سنة 1954، وأول مدير ناحية عين فيها هو السيد أحمد مفتي، ثم أصبحت مركزا لقضاء سنة 1978. ومن يتحدث عن سميل لابد أن يتحدث عن منطقة واسعة الأرجاء تسمى في لهجة أهل المدينة بمنطقة الدوبان، وكانت منطقة إيزيدية صرفا. أما المنطقة المعروفة باسم منطقة الدنة فكانت منطقة واسعة ومترامية الأطراف، حيث كانت أحدها من جهة الشمال قرية شيز، ومن الجنوب تصل إلى حدود قرية خانك القديمة وقرية قباغ بمحاذاة نهر دجلة، ومن جهة الشرق كانت تحدها قرية قريبان وقلب دوايا، وأما من جهة الغرب فكانت تحاذي منطقة تل كورك وكان يسبي. بالنسبة لمنطقة خانك بصورة عامة يطلقون عليها منطقة دوبان. دوبانة دنا احنا نقول باللغة الكردية، وهذا الدوبانة دنا أيضا له تاريخ طويل، يعني بصراحة شلون قاومت الظلم والاضطهاد بعهد نمر باشا، نمر كور احنا نقول له، بزمن عبد الجليل باشا هجموا على الإيزيدية، وكان منطقة دنان يعني منطقة عشائرية صرفة، فسووا كتلة ضد عبد الجليل باشا، وقتلوا من اخواننا وعدد كبير من الرجال بصراحه، لان اعتدوا على، وخاصه هذه واقعه صارت في منطقه سميل في قلعه سميل صارت. احصائيه العامه ناحيه السكان عام 2011 كان ما يقارب 20969 شخصا، 20969 شخص متوزع بين الذكور والانوث. نسبة الذكور كان ما يقارب 51.29، ونسبة الاناث كان ما يقارب 48.71. هاي احصائيات عام 2011. عدد سكان مجمع خانك حوالي 22,000 نسمة، يتكون من عدة قرى، منها قرية ممشبان، صوركا، قدبة، أهل سنجار، قرية سنجار يعني سنجارين اللي جو رحلوا من سنجار جو منطقة صوركا أيضا، وكذلك ربيبية، ممشبان الكجيج الصغير والكبير ممشبان الكبير، وعندنا قرية كبرتو، وعندنا قرية زينيات، وما الهويرية يتكون أكثر من 13 قرية، وكذلك قرية زينيات وخيرافا وخانك وجنبركات وديرك وكمونة. هاي القرى الثلاثة الأخيرة هم مسلمين يعني عايشين ويانا بمجمع خانك. هناك قرية خانك القديمة وخير وقرى هويرية جاءت من مناطق زاخو يسكنوا بهذه المنطقة، وقرية كبرتو وقرية ربيبية وصوركا وممشفان وقدبة وزينيات. أصلا كانت هناك في تلك الموقع، جمعوا كل هذه المناطق في أراضي زينات وسمية بمجمع خانك. القرى المجمع خانك تتضمن قرية مامشبان، قرية صوركا، قرية الشنقاليين، قرية الربيبية، قرية قدبة، قرية كبرتو، قرية زينيات، قرية خيرابة، قرية الهويرية، وقرية خانك وجنبركات وكمونة.
ويقع مجمع خانك ضمن هذه الرقعة وعلى بعد حوالي 13 كيلومترا، وتحدها من جهة الشرق ناحية فائدة والدوميز، وإلى الغرب منطقة السليفاني وعين زالة، ومن جهة الجنوب سد الموصل. ويتكون المجمع من عدة قرى وهي ميميشفان، قصر إيزيدين، سوركا، الشنغالي، كودبا، ربيبي، كابرتو، ميميشفان ميريدا، زينيا، هويري، خرافة، خانك قديم، كمونة، شمبركات وديريك. الحدود الجغرافية لمجمع خانك من الشرق منطقة فايدة وتوابعها، ومن الغرب كذلك منطقة كسكي ونهر دجلة، وتحدها من الشمال قضاء سميل ومحافظة دهوك، ومن الجنوب منطقة كسكي وتلول جبال الموصل وصد الموصل، وحاليا تتبع إداريا لمحافظة دهوك قضاء سميل. مجمع خانك تقع جنوب سميل بحوالي 8 كيلومترات، من الشمال منطقة سميل، من الشرق الرحمانية ومنطقة فايدة، من الغرب نهر دجلة وكذلك منطقة عين زالة، ومن الجنوب تلول منطقة الموصل وسد أسكي موصل. خانك تبتعد عن هي إداريا تابعة محافظة دهوك، تبتعد عن محافظة دهوك 22 كيلومتر. مساحتها الكلية الإجمالية تقارن ب 6432 متر مربع، تقع على خط طول 46.55 شمالا، وعلى خط عرس 46.38 شرقا. مجمع خانك تتضمن 13 قرية تقع بجنوب قضاء سميل، وأطرافها تقع من جنوب مجمع خانك نهر دجلة، وشرق ناحية فايدة والمناطق الأخرى، وفي غرب مجمع خانك عنزالة وتلولة والقرى المجاورة لها. مجمع خانك تتضمن ب 13 قرية، وفيها مزارات عدة، وفيها أكثر من 10 مدارس. مجمع خانك تتجاور عدة قرى مسيحية ومسلمين. لا بد وأن نشير إلى أن بعض المصادر تقول أن اسم الذوبان جاء من رحلة الناس إلى المناطق الباردة بين العراق وتركيا ذهابا وإيابا، والتي كان يقصدها أهل المنطقة من البدو لرعي مواشيهم في مواسم الصيف. ورأي آخر يقول إن ذوبان اسم لمنطقة يتكون من سهلين هم سهل سميل وسهل السليفانية، كانت تسكنها عاشرة الدنانية الإيزيدية، وتحدها عشائر إيزيدية أخرى، وتسمى بمنطقة ذوبان دنا. وأما تسمية ذوبان تنقسم إلى جزئين، كلمة ذو بالكردية تعني اثنين، وبان أيضا بالكردية تعني قامة، وبهذا تعني ذو القامتين. وأما الرأي الثالث فيقول إن الاسم جاء من اسم الدنيا ومن الزيادة والتكاثر. أما اسم خانك فجاء من اسم صاحبة الخان التي كانت مشهورة في المنطقة باسم خان خاني، المرأة العجوز التي كان لها خان في منتصف طريق القوافل التجارية التي كانت تمر من هنا. خانك كان قد ذكر المصادر الشفاهية لنا وبأن كانت هناك امرأة ثرية اسمها خانة يزيدية كانت تسكن في تلك المنطقة، ونظرا للموقع الجغرافي لخانك وكانت طريقا للقوافل التجارية بين الموصل واسطنبول وسوريا، ففكرت في بناء خان باسمها، وبنى خانا باسمها وسمي خانة، وتطور خانة إلى خان وإلى خانة وإلى خانك، وبعدين سكن المناطق بهذه المنطقة وسمي بقرية خانك. خانك قديما مذكورة بالتاريخ لأن كان منطقة تمر عليها القوافل التجارية، وكان بها خان ناس يسكنون بها يباتون بها الليالي، لأن هي منطقة حلقة وصل بين الموصل وبين تركيا وكذلك بين سوريا المناطق المشمول بها. فقديما كان يقولون أكو فدمرة
اسمها خان، فبنت هذه المنطقة باسم خانك وصارت خان، أي منطقة مرور تجارية وباسمها صارت بني. خانك لها يعني معاني عدة. خانك حسب ما أنا عرفت كان اسم مرأة اسمها خانة، جت من منطقة سنجار أو سوريا، وتم سكن بيت في هذه المنطقة، وأصبحت هذه المنطقة باسم خانة، وكان القوافل التجارية من تجي إلى هذه القرية باسم خان. خانك هناك عدة نظريات أو عدة تسميات شائعة بين سكان المنطقة. التسمية الأولى يشيرون أن كلمة خانك جاية من كلمة خان جا، أو المكان الذي كان يربط بها الثور. جا نسبة إلى الثور، وخان نسبة المكان الذي كان يربط بها الثور أو الخيول. استندت هذه النظرية إلى التجار أو الذين كانوا يسكنون بهذه المنطقة، لأن خانك بحكم موقعها كانت تقع في القدم، كان تقع على منطقة حلقة الوصل بين تجارة نستطيع نقول البحر الأبيض المتوسط عبر بلاد الشام مرورا شمال العراق ووسط وجنوب العراق إلى خليج العربي. فخانك كانت تقع على هذه الحلقة الاستراتيجية. فأثناء مداولة عملية التجارة بين هاي المناطق وتلك، كانت التجار يسكنون بالمنطقة ويربطون فيها الخيول والثور مالتهم، لأن عملية التجارة في القدم كانت تتم عن طريق الثور والخيول. هاي كنظرية. فبعد ما سكنوا السكان بالمنطقة، فالتسمية اللي كان يطلق على خانجاك أطلقوا على بقية القرى المحيطة بخانك. التسمية الثانية تشير إلى أن كلمة خانك جاية من امرأة كانت، اعتبار أنها كانت تحكم المنطقة. كان هناك ما حسب الكلام الشائع بين أهل المنطقة أنه امرأة كانت تحكم المنطقة، وكان فيها 7 بيوت يعني كبداية أولية للمنطقة، والأمرأة كانت تحكم هاي البيوت. بعد ما استقر بقية السكان دار ما دار هذه البيوت، فبدأ المصطلح تطلق على غالبية المنطقة تسمونها خانكي نسبة إلى اسم الأمرأة. هاي كنظرية ثانية. النظرية الثالثة أعتقد يعني هاي بلكي تكون مأخوذة من المراسيم الدينية بين المجتمع اليزيدي، لأن كل ما تجي كلمة خانك تأتي كلمة قباخ، يعني خانك وقباخ هاي كلمتين مرتبطين مع بعض. فهاي المراسيم الدينية لحد الآن متداولة بين اليزيديين، وكان في القدم تتم بين المثرائية والآشوريين والبابليين مراسيم ذبح الثور، ضربه بالصياد من ثم ذبحه، اعتبار أن الثور هو رمز من رموز تخصر والتزايد والولادة. فهاي المراسيم موجودة بين اليزيديين. فخانق وقباخ تسميتين تطلق على الثور، ذاك المراسيم الدينية. قباخ مراسيم الدينية اللي كانت تطلق بها الثور ذبحه. لحد الآن هناك كانت منطقة قريبة من خانك اسمها قباخ، وخانك يعني مكان الثور، وقباخ مراسيم الثور. فأعتقد هاي النظرية هم تطلق على كلمة خانك وقباخ، المنطقتين متجاوزين عن بعض. كان المركز الإداري في سميل في أزمنة تاريخية معينة يدار من قبل عبد آغا الدنائي ابن نمر آغا، وما زالت الآثار المشهورة في المنطقة تعرف باسمهم، وهو قصر الأغاوات زعماء عشيرة الدنانية. وما زال آثار هذا القصر موجودة، وهي تقع على تل في وسط المدينة. الكثير من زعماء عشيرة الدنانية سكنوا هذا القصر في حينه، وكان الجميع من سلالة جلي آغا وعفدي آغا آخر من تزعموا هذه العشيرة وسكنوا هذا القصر أو القلعة. وكان الزعيم نمر سمو والد عفدي آغا الأقوى من بينهم والأكثر نفوذا، وهو الذي دافع عن منطقته مرات عديدة وانتصر في أكبر معركتين، إحداهما مع إمارة السوران عندما هاجم أمير راوندوز مير محمد المعروف بميري كورا على المنطقة
فتصدت له عشيرة الدنانية له ومنعوه في بداية الأمر من الدخول، لكن لعدم تكافؤ العدة والعدد استطاعت قوات مير محمد الراوندوزي أن تسيطر على الموقف وأن تنسحب قوات عشيرة الدنانية إلى الجبال القريبة، ومنها جبل داكا والجبل الموجود شمالي سميل، وأعادوا لم شملهم وغاروا على قوات أمير السوران ومن كل الجهات، فأسروا وقتلوا منهم أعدادا كبيرة وطردوا قوات أمير السوران وحرروا ديارهم. وخاضوا معركة أخرى في شهر آذار من عام 1786 ضد والي الموصل الحاج عبد الباقي باشا الجليلي، والذي خرج من الموصل بعساكر وسار باتجاه سميل لمحاربة عشيرة الدنانية، فلما وصل إلى مشارف حدود عشيرة الدنانية التجأ للجبال والمناطق الوعرة والحصينة. وبعد أيام غار نمر آغا ومعه 75 فارسا وقتل الوالي وأخاه وأولاد عمه، ثم تعاظمت قوة عشيرة الدنانية وتبعوا عسكر الموصل إلى مشارف مدينة الموصل وقتلوا من أهل الموصل أكثر من 200 نفس، ثم تم نقل جثامين الوالي وأخاه وأولاد عمه إلى الموصل ودفنوا في منطقة باب الجديد. وفرض نمر آغا حصارا استمر 3 أيام على مدينة الموصل، وشهدت المنطقة عدة حوادث واضطرابات متنوعة ومختلفة. خانك هاي خانك الحالية ليس هي خانك كما كان في القبل. خانك من قبل مرت بعدة مراحل تاريخية وتحولت من منطقة وتطورت وبعدها تلاشت ومرت توسعت المنطقة. خانك مرت بعد المراحل من الأول استنادا إلى نظريات أو معلومات أهالي المنطقة أنه السكان الأصليين بخانك بدأوا يسكنون بالمنطقة ما يقارب القرن الثاني عشر أو الثالث عشر. بحدود هاي الفترة بدأوا أول أسر يزيدية تنقل وتستقر بهاي المنطقة. فالأسرة الأولية هم كانوا يتبعون أولياء الدينين بذاك الوقت. يعني هناك كتابات أو منشورات تشير إلى أنه أول ما مر بالمنطقة هم عشيرة الباسطامين الذين كانوا هم جايين من إيران اتباعا، هم مريدين المتصوف اليزيدي الكبير الشيخ بايزيد الباسطامي. بعدما هو جاء بالمنطقة بدأ أتباعهم يتلاقون يتبعون بهاي المنطقة وبدأوا يستقرون بهاي المنطقة، وتلت العشائر اليزيدية الأخرى واحدة تلوا الأخ يستقرون بالمنطقة. أول ما استقروا بالمنطقة مثل ما أشرت إليه القرن الثاني عشر أو الثالث عشر في حدود هاي الفترة هم جاءوا بالمنطقة. ولكن الخانق القديم ليس كانت خانق هاي الخانق الحالية، وإنما كان تحيط بها نهر دجلة اللي كان منسوب مالتها قليل. من المراحل التاريخية المنطقة تسمى منطقة دبان، وفيها قادة في فترة الحكم العثماني أثناء ظلمهم وطغيانهم على منطقة اليزيديين، وكانوا بهم قادة شجعان قاوموا ضد هذه الأنظمة البائدة. تأسست مجمع خانق في مرحلتين. المرحلة الأولى سنة 1985 عندما أنشأوا سد موصل من ضمن قرية خانكي وقرية خرابة وقرية كابونة. بعد ذلك المرحلة الثانية عندما قام نظام الحكم في العراق نظام البائد بتدمير القرى الكردستانية ومن ضمن القرى الأيزيدية. عام 1987 تم تكملة المرحلة الثانية من المجمع. عرفت هذه المنطقة بموالاتها للحركة التحررية الكردية، ومنذ انطلاق ثورة بارزان الأولى والثانية وحتى ثورتي أيلول وكولان التقدميتين. وبعد مشاركة أهالي هذه القرى في الثورات التحررية الكردية ومساندتهم لها، تعرضوا لأبشع أنواع الظلم والتهجير على أيدي الأنظمة العراقية المتعاقبة، ومنها النظام السابق، حيث شملهم التعريب والتهجير
التهجير والترحيل أسوة بباقي مناطق إقليم كردستان. بدأ نظام البعث بهدم الدور والمحلات وتهجير سكانها، ومن ثم جمعهم في منطقتي موسوريك وخانك الحالية في سنوات عام 1985 وعام 1987 على أرض خالية جرداء تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. وأسس هذا المجمع الذي أطلق عليه اسما عربيا صرفا مجمع أمية، والغرض منه كان لقطع الاتصالات بين سكان المنطقة والحركة التحررية وتهجير السكان لمناطق وسط وجنوب العراق من أجل تغيير الواقع الديمغرافي للمنطقة. بدأ المنطقة تتعرض إلى هجمات من قبل القبائل العربية هناك مثل قبيلة الشمر، فبدأوا سكان المنطقة يتهجرون من المنطقة يتحولون على منطقة ثانية، أما هو الخانك في المرحلة الثانية نستطيع القول. استقرارا بالمنطقة هي حلقة وسط بين منطقة قباق ومنطقة زارية، فهي منطقة ثانية من خانك، ولكن المنطقة هم يبدو أن لم يكن مستقر فيها بالذات في بداية الستينات، لأن في 16/9 عام 1961 بدأت حكومة العراقية تقصف المنطقة بالطيارات، وأضافت إلى ذلك إلى ضرب الطيارات بدأ القبائل العربية تهجم إلى المنطقة لغزو وسلب المنطقة. أجبروا سكان المنطقة على عزل مناطقهم وتركه الذهاب إلى مناطق الأخرى مثل شنغال وبعدرة. بقوا هناك ما يقارب 4 أشهر، بعد ذلك بعد أن تحسنت الوضع رجعوا إلى مناطقهم. وسبب هذا القصف اتهم الحكومة العراقية أنه بيوتات الإيزيدية والقرى الإيزيدية بهاي المناطق بدأت تدعم القوات الكردية بالأسلحة والمون غذائية ويساعدونهم في عملياتهم نقلهم من عبر مناطقهم. الحقيقة خانك القديمة يعني حقيقة لم أذكرها، ولكنها ذكر لنا آباؤنا وأجدادنا بأن في عام 1961 أي ثورة أيلول شارك أهالي قرية خانك بتلك الثورة، وكان لها نشاطها الفعلي ودمج مثل ما يقول بالرجال شجعانين التحقوا بالبيشمركة وفي الجو دافعوا عن شرفهم وكرامتهم، ولذلك ونتيجة لذلك قصفت الطائرات الحكومية آنذاك قرية خانك واستشهد العديد منهم وتم ترحيلهم إلى مناطق الشيخان والسنجار والبعاذرة. وبعد عامين أي في عام 1963 رجع أهالي المنطقة صامدين لمواقفهم البطولية في تلك الثورة، وبذلك بقوا ساكنين في منطقتهم لحين عام 1987 تم ترحيل تلك القرى الموجودة على هذه المنطقة وسمي بالمجمع لحين انتفاضة آذار 1991. وقام حكومة إقليم كردستان بتوعية هذه المناطق وتعميرها من جميع النواحي، أي النواحي الاجتماعية والثقافية وبناء المدارس والمستشفيات، والآن نحن موجودين هنا وفي خدمة منطقتنا. بصراحة قبل كان مجمع خانكية بحد ذاته سنة 1986 تم ترحيل خانك. قسم من الناس، قسم من القرى مرحلين على سد أسكي موصل، أما البقية سنة 1988 87 النظام العراقي من خرب القرى مال إيزدية والمناطق المنطقة السميل كلها، جمعونا جابوا الناس هيك يذبوا بالشوارع وبالشول، فصار بها مجمع. وهذا المجمع يبتعد عن القرية القديمة بحوالي 5 كيلومترات فوقها، يطلع منطقة هفشية ممشبان احنا نقول لها، هاي المنطقة تلول فوق زينيات، فوق قرية زينيات القادي الحالية الموجودة. 13 قرية جمعونا بها. بعدما ارتفع منسوب مياه نهر دجلة بالمنطقة عام 1985 بدأ السكان يهاجرون من المنطقة أيضا إلى وزعوا إلى مناطق الأخرى من الإيزدية. وبعد عدة أشهر بدأ السكان يتراجعون إلى المنطقة حاليا هون خانك حاليا الموجودة. فكانت أول قرية اللي استوطنوا بهاي المنطقة الموجودة خانك الحالية هي خانك القديم، وبعد وكذلك خيرابة، أضافت إليها جنبركات. هاي الثلاث القرى بدأوا يستقرون المنطقة. في عام 1987 بدأ عمليات ترحيل وتهجير قسري قبل الحكومة العراقية، فهاي العمليات بدأت تشمل القرى الإيزدية الأخرى، مما أجبر السكان الإيزديين الموزعين بقية القرى يتحولون من مناطقهم ويستقرون بخانك.
فبدأ تتكون مجمع خانق من عدة قرى، وأطلقوا عليه تسمية أمية، ولكن السكان المحليين رفضوا هاي التسمية، بدأوا يطلقون على نفسهم اسم كلمة خانق. وخانق الحالية بدأت من عام 1987، تتضمن كل من مامشفان، قصر يزدين، قدبة، صورقة، شنقالين، ربيبية، قصر يزدين، كبرتو، زينيات، خرافة. خانق القديم إضافة إلى كمونة وجنبركات. هاي القرى بدأت تتألف من خانق الحالية. كانت قرية خانق القديمة تقع على ضفاف نهر دجلة في عام 1985، وعند إنشاء سد الموصل تم ترحيل وتهجير قرية خانق وتهجيرهم إلى تلك الموقع الذي كنا نوجد فيه حاليا، وتم ترحيل حدود 13 قرية يزيدية من ضواحي خانق، وتم جمعهم في ذلك المنطقة وفي تلك المنطقة الموجودين فيها حاليا، وسموا باسم المنطقة باسم مجمع خانق. ولكن النظام العراقي السابق غير اسم خانق وسمي باسم أو مجمع أمية لهذا المجمع. وعند انتفاضة آذار عام 1991 رفع اسم أمية وسمي باسم المجمع اسم خانق، إعادة نسبة إلى خانق القديمة الذي كان سابقا كانت قرية على ضفاف نهر دجلة. أجرت البعثات الأثرية عدة تنقيبات أثرية في المنطقة، وعثرت على العديد من المواقع الأثرية التي تعود لأزمان مختلفة، ومنها اكتشاف عمودين أثريين هم عبارة عن قبور تعود للإنسان القديم، وكذلك اكتشاف بقايا آثار 3 طبقات تاريخية في تل سميل، مما يدل دلالة واضحة على أن المنطقة كانت مسكونة منذ أقدم العصور. قبل كم يوم كان لنا حضور في الموقع الأثري في سميل، وهي موقع أثري قديم جدا قام بها مديرية آثار دهوك بالحفر والتنقيب، وكان بروز فيها آثار ترجع إلى أكثر من 6000 سنة. منطقة خانق قديما كان سكن بي، يعني إذا تجي عندنا تل سميل الأثري. أنا تكلمت مع أحد الأساتذة الدكتور محمد عجاج، قال لي الطبقة الفوقانية هي طبقة إسلامية صرفة، والطبقة الثانية هي معبد ميثرا واللي كان بقبور الإيزيدية، والطبقة الأخرى كان بالآشورين، الكلدو الآشورين بحضارة كلدو آشورية. بصراحة هذا كأثر ثقافي موجود بالمنطقة. عندنا منطقة خانق، منطقة جنبركات، بها منطقة ديركي. تل ديركي معروف لحدنا على مستوى العالم وعلى مستوى العراق وعلى مستوى دول. قبل 3-4 أشهر طلعوا 3 بيضات، احنا نقول بيضة ليش هي على شكل تنور كبيرة، حجمها كبير. أثناء الحفر واحدة من البيضات انكسر، طلع بي حسب ما سمعت يقولون بفد هيكل مال إنسان طوله تقريبا 2.5 متر. أما الأخرى 2 ما كن فتحوها لحد الآن. دائرة الآثار أخذوا بآثار قديمة جدا بصراحة، بمعابد موجودة بي. ومنطقة ديركي هاي المنطقة أثرية، قبل كان بي يعني دير مسيحي، يعني هذا واقع موجود به. منطقة خانق تقريبا كلها أثرية. نحن على بحيرة كلش جميلة بصراحة، بس هنا نقول نوصل دورنا إنه صوتنا نقول على وسيل منطقة سياحية حتى الناس تجي تشوفها. منطقة سميل مثلا يقول قلعة عبدي آغا، سميل عبدي آغا دناني كان في سميل، وهناك قلعة أخرى لم يذكر اسمها في التاريخ ولكنها موجودة حاليا، وهي قلعة العجوزة. كانت مثل ما قلت بأن كانت هناك امرأة اسمها خانة، بنت الخان لهذه المنطقة، ولكن من الجانب الآخر على ضفاف دجلة بنى أيضا خان باسمها ونسميها حاليا قلعة العجوزة. وعندنا في منطقة جنبركات هناك تل أثري جاء بها الحكومة العراقية واستفاد وذكر في التاريخ والمصادر التاريخية، وهناك مصادر ومكانات أخرى أثرية في هذه المنطقة موجودة.